الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. رؤية اليوم كانت بعد أسبوع تقريبا من التطبيع في دولة الإمارات، يعني في عام 2020. صاحبة الرؤية تعيش في دولة الإمارات، لكن أعجبتني رموز هذه الرؤية وكيف يضرب الله عز وجل في المنام المثل لهذه الأمور المستحدثة في عصرنا، وكيف هو وصف وحال من رضي بالتطبيع أو أقره بقلبه أو بجوارحه، وصفه عند الله عز وجل. تقول صاحبة الرؤيا: رأيت كأني في مكان كأنه قاعة امتحان، وكان به طاولات وكراسي. تقول أن هذا المكان الذي فيه الامتحان يشبه الشرفة الواسعة الكبيرة التي تكون في الفلل، يعني الأماكن المفتوحة أو الشرفات الواسعة التي تكون في الفلل. وكان تحتي سيف صغير الحجم مكتوب عليه اسم الله باللون الأبيض، وغمد هذا السيف موضوع إلى جانبه. ثم كأن أحدا قال: الآن موعد النشيد الوطني الصهيوني العالمي بلغة الصم والبكم. وبدأ هذا النشيد، اشتغل النشيد، ثم أتت بنت صهيونية كان حجمها كبير نوعا ما، وبدأت تلف على الموجودين وتأمرهم أن يرسموا نجمة إسرائيل على صدورهم بلغة الإشارة. وكنت رافضة أسوي هذه الحركات وأختبئ خلف الناس حتى لا تراني هذه البنت. وكان إلى جانبي ناس أقزام كانوا من الصم والبكم، كانوا يؤدون ويقومون بهذه الحركات التي أمروا بها. بعدها كأني كرهت هذا الأمر كله، فخرجت من المكان، ثم وجدت نفسي في الجامعة، ورأيت أحد أساتذتي في الجامعة في ممر اسمه سنان. وانتهت الرؤية. غالبا يؤول الامتحان بأنه اختبار أو ابتلاء للرائي، ولكن سياق المنام كله يفرض علينا هنا أن تأويل الامتحان هو امتحان عام لعامة الناس، وليس مقصود به الرائية فقط. ولكن هذا التشبيه الدقيق الذي ذكرته الرائية، أن المكان أشبه بالشرفة أو الأماكن المفتوحة في الفلل وكان واسع، هذا التشبيه يدل على أن هذا الامتحان المقصود به بالدرجة الأولى هم طبقة الأثرياء من الناس، أو طبقة الناس الذين لهم مكانة في المجتمع، سواء كانوا من الأثرياء أو لهم طبقات اجتماعية مرتفعة. كأن تحتها سيف عليه اسم الله باللون الأبيض. هذا السيف يدل على كلمة الحق، كلمة حق تقولها الرائية وتؤمن بها، ولكن تسرها لا تجهر بها للعامة، لأن السيف يقال عنه سيف الحق، سيف النور، سيف الدين، وهكذا. وكذلك العرب تشبه الكلمة بالسيف، وعليه اسم الله، الله عز وجل هو الحق، فلذلك هي كلمة حق، وتسرها الرأي لا تجهر بها لأنه تحتها يعني في الخفاء أو في السر. ثم جاء موعد النشيد الوطني الصهيوني العالمي. هذه الجملة هي ضرب المثل أو التشبيه للتطبيع، هذا الأمر المستحدث في هذا العصر. هذه الجملة قمة الانقياد والضلال وتداخل الأمور، حتى يظن الجاهل أو الغافل المتغافل أن هذا الكيان له الحق في أوطاننا أو له الحق بيننا، حتى يصبح الاعتراف بهذا الكيان واجبا عالميا على الأوطان، ويصبح مزيجا لا بد منه قد فرض علينا. وجاء بلغة الصم والبكم هنا وصف الله عز وجل لمن رضي بهذا التطبيع وأقره، سواء بقلبه أو بجوارحه أو بالقلب مع الجوارح. أحيانا في الواقع قد تأخذك الشفقة أو الرحمة بمن هو أصم أبكم إذا رأيته أو شاهدته في الواقع، ولكن في علم التعبير الوضع يختلف تماما، لأن الأصم هو الذي يصم الأذن عن سماع الحق، الذي يعرض عن الحق. وأما الأبكم أو الأخرس هو الذي يعرف الحق ولا ينطق به، كما في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به رغم معرفته والعلم به، فلا يرجعون، أي سلكوا طريق الضلال والعياذ بالله. كل مواضع القرآن قدم الله عز وجل السمع على البصر وعلى كل الجوارح لأهميته في معرفة الحق والسعي في طريق الحق، ما عدا موضع واحد قدم الله عز وجل الإبصار على السمع، ولكن هذا الموضع ليس في الدنيا،
إنما يوم العرض على الله عز وجل. أما الموضع الواحد فهو في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. عندما تكشف الحجب وينقضي الأمر فلا عودة ولا رجعة، هنا يبصر المجرمون ثم يسمعون. أما في الدنيا فقد كان السمع أولا، ضرب المثل لمن سمع بهذا الضلال ورضي به أو توافق معه والعياذ بالله، ثم رفضت الفكرة كلها وخرجت من المكان. هذا يعني إنكار المنكر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم خرجت من المكان يعني إبراء الذمة. بعد ذلك وجدت نفسها في الجامعة، أي لزوم الجماعة. ثم رأت أستاذها سنان، أي لزوم السنة والجماعة. وكان سنان في ممر، الممر يدل على الضيق، يرمز للضيق، وهو التضييق على أهل السنة والجماعة، ولكن هذا هو الحق كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.